هالجامعه، من هالاختصاص للاختصاص الثاني، من هالمدينه للمدينه الثانيه، وبعدين تجينا موضوع معادله الشهاده، مواضيع يوم بعد يوم بدنا نشوفها. بس هذا يعني مو معناته الحكومه مو مهتمه، الحكومه العراقيه مو مهتمه. لا، الحكومه العراقيه يعني قليل من الدول بصراحه تصرف رواتب للي عنده، اللي جايين على مود دراسه ماجستير والدكتوراه. يعني اكو قرار من الحكومه العراقيه لصرف هالمساعدات. وبعدين احنا موضوع الكهرباء وموضوع المي صحيح احنا وياه. وبصراحه من يومين لما سمعنا جايين، انا ما كنت اعتقد يعني بصراحه راح تجون من مدينه بعيده درجه الحراره ناقص 10 او ناقص 15 تجون. يعني بصراحه هاليوم فرحان كثير لما انت تشوف الشاب العراقي، الطالب العراقي صاحب مسؤوليه، يحمل هالمسؤوليه رغم اوضاعكم مو اوضاع جيده. المدينه بعيده، مو ساعه بالسياره وتقدرون توصلون 10 ساعات، وزائدا درجه الحراره اللي اكثر من ناقص 10 او مرات ناقص 15. وخليتوا الثلج يطلع علينا. وانا بصراحه هسه يعني قبل تقريبا يمكن نص ساعه كان السفير كان ساعات السفير السوري الجديد هاليوم اجى وعرف صاير كل السفير الدبلوماسي العربي لما يجون السفير الجديد لازم احنا نروح نستقبل المطار. وانا بصراحه قعدت وياهم ربع ساعه قلت لهم عندنا ضيوف جايين على السفاره ولازم ونجي. ورغم هالشيء يعني طلبت من الاستاذ خالد والسيد القنصل الاستاذ علي على اساس اذا طلبوا يلتقوا مع اي موظف من السفاره لازم مو واحد اثنين ثلاثه يكون، لازم كل الشباب او كل المواطنين يدخلوا. واحنا بصراحه يعني قاعدين هالبلد بخدمه قبل كل شيء، قبل تطوير العراق. وهالموضوع مو موضوع انا اجيبه من يمي، لا. يعني قبل ما اجي التقيت مع فخامه الرئيس، مع دوله رئيس الوزراء، مع سيد رئيس البرلمان، كلهم اكدوا على الموضوع. واحنا عندنا حريه الراي، حريه الكلام. صحيح خلال فتره 7 سنوات 8 سنوات صار تطور عظيم بالعراق. المواضيع اللي هسه هاليوم نشوفها ليبيا ومصر احنا تقريبا خلصنا. قسم يقولون والله صار موضه يشوفون التلفزيون والله العراقيين همين جايين يعملوا مظاهرات والله شنو يتعلمون من التونسيين او المصريين. لا بالعكس هم تعلموا مننا. احنا بلشنا وبدينا في الموضوع. احنا خلينا صحيح على اساس الديمقراطيه بالمنطقه. نعم. بالانتخابات. واحنا لنا الفخر عشرات المحطات التلفزيون اليوم، عشرات الجرائد والمجلات والهات موجوده. بس هذا ما يعني انه خلاص هاي نهايه الدنيا، لا هاي نهايه الدنيا. احنا دوله غنيه. يعني لما مع السفراء العرب والاجانب لما نجتمع نقول ميزانيتكم هذا ايش قد؟ يقول لي ميزانيه اوكرانيا 35 مليار دولار لعلمكم. واوكرانيا دوله تقريبا 40 مليون شخص واحد، واكبر من العراق بكذا مره. دوله اوروبيه 35 مليار. احنا دوله هالسنه تقريبا 80 اكثر من 80 مليار دولار. لازم نعيش احسن من اوكرانيا واحسن من اي دوله ثانيه. بس ما عايشين مو عايشين. هذا واحد. موضوع الكهرباء اللي بدنا نعاني منه صراحه همينا يعني هو الكهرباء من شو يعني مو فكره او فلسفه، لا محطات كهربائيه بس عامل الوقت وعامل عامل الارهاب. لا تنسوا يعني احنا العراقيين بصراحه عانينا خلال هالفتره موضوع مو شرناها هذا.
النادي فيها. والله اي يصير خلل لا نقول الوضع الامني مو جيد. عندنا محافظات بالجنوب، عندنا محافظات شمال العراق، هي عندنا الاقليم كردستان محافظات جيده، الوضع الامني جيد. بس مع هذا بصراحه احنا لا تنسوا قبل 2-3 سنوات كان عندنا حرب اهليه، احنا تخطينا الموضوع. هسه ماكو واحد كردي او سني او شيعي او والله لا، هذا اهم شيء. احنا قدرنا خلال ونتيجه التحديات اللي موجوده تخلصنا من الحرب، تخلصنا من السرطان اللي كان عندنا. احنا هذا خوفنا تقسيم العراق، والحمد لله اليوم اسطلنا. هسه اليوم مو المظاهره من سليمانيه مظاهره، اربيل مظاهره، بصره مظاهره، بغداد مظاهره، وكيف ملاحظات هوايه ومشاكل هوايه. انا برايي موضوع بشكل مؤقت بينكم انتم تختارون مندوب لكم وعلى مود هالمواضيع اللي احنا تحدثنا عليها احنا اليوم. واللي يأيدني اصور احنا متفقين على جاسم، واللي يأيدني كنا سيادة السفير ملاحظة بسيطة انه احنا الطلاب الجايين مو كنا خلينا نقول من جروب واحد او مجموعة واحدة يعني. احنا من خاركم صحيح من الصيدلية حوالي 16 او 20 طالب، بس جروبات متفرقة يعني. مقسمين الى جروبات وكل واحد من جروب، وصارت الجية واتفقنا ويا ابو زهراء وجينا. واتصور اذا رجعنا للجامعة وسالنا الطلاب من يكون ممثلنا ويا السفارة، اتصور ابو زهراء راح يكون حاليا بشكل مؤقت بشكل مؤقت ابو زهراء. ان شاء الله يصير السفر مع الدكتوره ايمان. تنسيق بين الدكتوره ايمان وبين ابو زهراء. بين ابو زهراء اذا عندكم مشكله، مشاكل، ملاحظات، اي شيء تريدوا ممكن ما دام انتم اخترتوا. احنا كل مو بس الطلاب الباقيين يا ريت الطلاب الصيدله معتبره ابو زهراء فعال ساعة السفر خصوصا هجرة المهاجرين باعتبار انه يقدر يستدعي ابوي وامي فلست ابوي وهم الافغانيين. هذا بيتحدث بالقوانين الاوكرانيه. من وين عرفت؟ هذا هو الكبير يعني الهجره والجوازات. واحنا كاتبين أي رسالة؟ بس هم ممكن يجوا بفيز الدعوة اسويها من هون؟ من السفارة مالتكم؟ مو من السفارة، الهجرة والجوازات عن طريق إقامتك. عن طريق إقامتك لمدة زيارة لمدة شهر شهرين، وممكن يجون يزوروك ويشوفون شلون تعيش وبعدين يرجعون. والله أنا برأيي نسخة من الأوقات والله يا ريت هذا تكتب حتى لو اني رفضت شيء عن طريق لا هو الايميل معنا والله ما عندنا هسه يجيب لك ايميل ويعطيك نسخه من الايميل السفاره. سجلها برا ايميل السفاره.